السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه اخواتي وحبايبي واصحابي؟ النهارده معانا تجربه جديده ونجربها مع بعضينا. يلا بينا يلا بينا. وصلنا يا جماعه المكان اهو، مكان كنافه وبسبوسه، مكان متميز بيقدم اصناف جميله ومتميزه. هيعجبكم ان شاء الله، ونجرب مع بعضينا التجربه ونشوف الدنيا منها ايه. يلا. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت لكم 3 اصناف. بولة كنافه باللوتس، ودي كنافه بالنوتيلا، ودي كنافه نابلسي. نبدا كده مع بعضينا صنف صنف ونجربه كده مع بعضينا. هنجرب مع بعضينا كده بقى. اول حاجه كده الكنافه النابلسي. والكنافه النابلسي طبعا غنيه عن التعريف، بس هم متميزين فيها، بيعملوها بشكل حلو وبطعم جميل جدا. حتى لون الكنافه انا مش عارف يعني، بصراحه لونها مميز، اللون الذهبي ده كده المميز. وشكل السمنه اصلا البلدي عليها اصلا واضحه وباينه، والحشو بتاعها واضح جدا. فنجرب مع بعضينا ونقول ايه. بص صوت لها صوت جميل قوي. طبعا نجرب مع بعضنا كده. مش عايز اتقل ليه. طعمها حلو مميز، بس خلينا نجرب تاني. لا، والكنافه كمان طعمها مميز قوي في الكنافه. طعمها فعلا حلو، طعمها حلو ومخدومه. الكنافه طعمها حلو قوي، الحشو من جوه مميز، السمنه بقى دي باينه فيها. وطعم الكنافه كمان بيقرمش كده، فلا ممتازه بصراحه. مع بعضينا بقى نجرب الصنف التاني كمان مع بعضينا كده. دي كده غير الكنافه مع بعضينا كده بقى هنجرب الكنافه اللي هي النوتيلا. لا، شكل النوتيلا بصراحه ورسمتها تحفه، جميله قوي 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 يا جماعه. يا رب تكون واضحه عندكم كده، فاهمني؟ انا نجرب من حاجه كده حته اهي، يعني هي مقطوعه بس مش هنقول ايه، هي كبيره شويه بس مش مهم. طبعا هي محشيه نوتيلا، شكلها تحفه. الله، دي بقى من عشاق الحاجات المحليه المسكره شويه، طعمها مسكر. النوتيلا باينه فيها، نفس برضه الكنافه مقرمشه، والسمنه واضحه في الاداء بتاعها. لا، وانا عاوز اقول كمان يعني بص كده الحشو، الحشو بتاع النوتيلا واضح قوي وجميل. ف انا كده يعني ايه دي بقى عملت بقى اخد حته بايدي كده. امم لا، طعمها حلو 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 قوي. هي بصراحه بس الثانيه دي الميزه فيها دي ان هي محليه. الناس اللي بتحب الحاجات المحليه والنوتيلا هتعجبهم قوي. هو اسعارهم على فكره يا جماعه حلوه قوي ورخيصه، يعني اسعارهم كويسه جدا. هنجرب لكم بقى الصنف التالت بقى ان شاء الله. ودي بقى يا جماعه كنافه باللوتس، ماشي. دي يعني هي مغلفه زي ما انتم شايفين كده، طبعا في كل غلاف. نفتح البوله نفسها. الله، شكلها روعه روعه روعه. دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كنافه تحت خالص محشيه برضو بكريمه، وتاخد طبقه كنافه تاني ماشي، اللي هي الكنافه اللي هي العثماني كده، وعليها طبقه كريمه عليها لوتس. فندوق كده مع بعضينا، نحاول ناخد من برضه من تحت مع الكريمه، ونقول نشوف طعمها ايه. ونازل منها كذا طعم على فكره بالمناسبه، نازل منها طعم بالمانجا، نازل منها بالنوتيلا. بس انا بصراحه يعني تجربتي فيها مش، انا شايف ان هي مش مميزه قوي، عاديه يعني. ما اعتقدش ان انا هجربها تاني، يعني عاديه، اللي هي الحاجات تقريبا عاديه خالص. طعمها مش حلو، طعمها مش قويه.
حاسس ان انا باكل كنافه بس. حتى الكريمه طعمها مش قوي. انا برضه خدوه تاني عشان لعل مثلا جبت لكم المواد كده من تحت شويه اهو. لا لا مش قويه. ممكن تكون الحاجات اللي هي نازله منها تاني اللي هي مثلا بالنوتيلا او بالمانجا تبقى احلى، لكن دي بصراحه ما انصحكوش بيها ومش عجباني، وانا جربتها وتجربتي فيها مش قويه. بس بصراحه الكنافه بالنوتيلا او الكنافه النابلسيه الاثنين مميزين وكويسين. دي كانت تجربتي مع الكنافه البسبوسه. بصراحه المنتجين التانيين كانوا متميزين قوي. وبرضه حابب اقول لكم الاسعار برضه تبقوا عندكم خلفيه. النص كيلو النابلسيه كان ب 100، والنص كيلو النوتيلا كان ب 90، اما البوله 60. بس انا بصراحه دي بالنسبه لي ممكن تعجب ناس تانيه، ما عجبتنيش انا شخصيا. فيا رب يعجبكم الفيديو وتشوفونا في فيديوهات تانية جديدة. انا جربت المكان ده، والمكان ده بصراحة رائع، وتجربتي كانت جميلة بصراحة، وانصحكم تجربوه. تمام، سلام.